دايما لما بتجيب موبايل جديد بتلاقي عليه تطبيقات متنزله من الاول، وتقريبا مش هتلاقي موبايل في العالم مش متنزل على يوتيوب، المنصه اللي كبرت عشان تكون اكبر منصه لنشر الفيديوهات في العالم. ده غير طبعا الفلوس اللي بالهبل اللي بتجيلها، واللي عدت 54 مليار دولار السنه اللي فاتت. الرقم ده كبير لدرجه انه قريب من 15% من اقتصاد مصر المحلي كله. بس الفلوس دي كانت نتيجه شغل على مدار 20 سنه وخوارزميات تحس اللي عاملين يوتيوب نفسهم مش فاهمينها. بس ايه اللي ممكن يحصل لو حاولنا نختصر ال 20 سنه دول في 10 ايام بس؟ التحدي ممكن يبان مستحيل، هو فعلا مستحيل، بس مش هنخسر حاجه لو جربنا. يمكن نطلع بقرشين حلوين كده ولا حاجه. اليوم الاول، اول حاجه ابتديت بيها كانت شعار المنصه، واللي قررت اسميها عربي تيوب. طبعا مش عايز اقول لكم مهاراتي في الرسم عامله ازاي، بس كده كده مين محتاج يرسم وشات جي بي تي موجود. خليته يعمل واحد بس فهمني غلط كالعاده، فهزقته شويه وخليته يعمل واحد تاني برضه فهمني غلط، بس كفايه عليه تهزيق النهارده. وبما انه فهمني غلط اضطريت استعمل مهاراتي العظيمه في الفن وطلع كده في الاخر، بس برضه حسيته مش مميز، كنت عايزه يبقى مختلف كتير عن الاصلي. فالحمد لله لقيت حل، وهو اني احطه على تطبيق ابل اللي بيحول حاجات لازاز عشان تحديثهم الجديد، ومع انه المفروض معمول عشان اجهزه ابل، بس انا وابل اخوات اكيد يعني مش هيعملوا حاجه. وفي الاخر طلعت بالنتيجه دي مميز وقريب شويه من بتاع يوتيوب. المهم بعد ما خلصت اكتشفت ان انا ضيعت نص اليوم بظبط في اللوجو، فسطبت مشروع الفرونت اند بسرعه. بس ثانيه، ايه الفرونت اند ده؟ الفرونت اند معناه واجهه المستخدم، او الجزء اللي المستخدم بيشوفه بعينيه، عشان كده سموه فرونت اند. ولو بتسال هو بيشتغل ازاي، فالموضوع سهل على فكره. افرض ان حماده زار يوتيوب، حماده غبي فمش عارف ايه اللي بيحصل، هو مستني الموقع يظهر قدامه خلاص. بس انت مش زي حماده، لانك عارف انك لما تفتح يوتيوب بتعمل اشاره للسيرفرات بتاعت يوتيوب، والسيرفرات بترد عليك بثلاث لغات برمجه، وهم HTML CSS جافا سكريبت. والمتصفح بتاعك ايا كان بياخد الحاجات دي وبيحولها لموقع قدامك. بس ثانيه، هو انا بقى جاي اعمل ايه؟ اعتبر ان انا الراجل اللي بكتب ثلاث لغات دول، وانا مش بكتبهم كده على طول، بس مش لازم اشرح عشان عارف ان حضرتك عم في عالم ذره وانت اصلا حماده. وعلى فكره كود الفرونت اند مش سر ولا حاجه، انت ممكن تدوس F12 على كروم وتعدل على الموقع زي ما انت عايز يعني. المهم بقى سطبت المشروع من مكتبه اسمها انجولار، واول حاجه لازم تتعمل في اي موقع هي الهيدر، اللي هو البتاع اللي فوق ده. وبعد شغل كتير واهتمام بالتفاصيل زي كده، وحاولت اخلي الموقع ملون اكتر شويه من بتاع يوتيوب الاصلي اللي تحسه بابيض واسود تقريبا. كل شويه بيشيلوا حاجه، يعني زرار السبسكرايب اللي هو الحاجه الوحيده اللي المفروض يبقى لونها احمر خلوها اسود، ما اعرفش ليه. المهم بعدين عملت البتاع اللي تحت اللي بيبقى مكتوب فيها اصناف اللي عايز تتفرج عليه، يعني قران، تعليم، العاب. هي اصلا كده كده منظر يعني مش شغاله. اليوم التاني اشتغلت كتير قوي وعملت البتاع الصغيره اللي على الشمال دي revolutionary. اليوم التالت اكتشفت ان انا ضيعت يومين على كلام فاضي، فكان لازم احط الاساس اللي الفيديوهات هتظهر عليه. وطبعا بما اني كسول اخدت شويه كود من مشروع قديم كنت عامله، ورك سمارت نوت هارد، وطبعا مش محتاج اقول ان شكلها كان روعه. وبعد شويه خناقات مع شات جي بي تي طلع شكلها كده. بعدها قعدت كتير قوي بظبط في شكل الموقع، ودماغي وجعتني وكرهت البرمجه واليوتيوب والكمبيوتر والفيديو، بس في الاخر طلع شكلها كده. اليوم الرابع كنت قاعد بتعمد في الجمال اللي انا عملته، لحد ما اكتشفت انه ما ينفعش تسجل دخول، ما ينفعش تعمل حساب، ما ينفعش تحط فيديوهات، ما ينفعش تتفرج على الفيديوهات، ما ينفعش تعمل سيرش. امال ينفع تعمل ايه؟ وده لان مفيش باك اند. بس ثانيه، ايه الباك اند ده؟ تخيل ان عندك قواعد بيانات فيها بيانات المستخدمين بتوعك والفيديوهات والصور بتاعه الموقع بتاعك. المشكله هي انك ازاي تستخرج الحاجات دي من قاعده البيانات. تقول لي مش عارف، حتى لو انت عارف برضه هتقول مش عارف عشان اقول لك يعني. المهم بقى هقول لك، تخيل عندك ثلاث اخوات، واحد اسمه HTML، التاني اسمه CSS، التالت اسمه جافا سكريبت، اللي هم اساس اي موقع زي ما قلنا. HTML غبي، CSS اغبى، جافا سكريبت يعني اذكى شويه. فالطبيعي هتقول لي خلي جافا سكريبت اللي اتبعت للمتصفح هو اللي يتعامل مع قاعده البيانات، خليه هو اللي ياخد الفيديوهات منها ويحطها قدام المستخدمين. اقول لك عاش، انت كده حماده. لان فاكر لما قلت لك ان اي مستخدم ممكن يعدل على كواد الفرونت اند اللي عنده، يعني ممكن يسرق كل بيانات المستخدمين بتوعك عادي. ده غير ان الجافا سكريبت اللي على المتصفح اصلا ما بتعرفش تتعامل مع قواعد البيانات، وعشان كده في جزء تاني من المواقع انت مش شايفه، عشان كده سموه باك اند، هو اللي بيتعامل مع قواعد البيانات ويدي المعلومات للجافا سكريبت عشان تحطها قدامك. يعني مثلا انت عايز توري فيديوهات للمستخدم، فهتبعت اشاره للباك اند انه يجيب فيديوهات من قاعده البيانات، والمفروض يرد عليك بالفيديوهات المفروض يعني. وانا قررت استعمل مكتبه في بايثون اسمها جانجوليس فريم ورك عشان حلوه وجميله، وبصراحه هستعملها عشان انا مش عارف حاجه غيرها اصلا. المهم اول حاجه كان لازم اعملها هي الساين ان والساين اب، وطبعا المفروض دي حاجه سهله جدا يعني. فصممت صفحه الساين ان، ولما جيت اعمل جزء الباك اند لقيت المتصفح بيتنك عليا ويقول لي اللي انت بتعمله ده مش امان، فمش هشغله. جوجل كروم ده تنك بشكل مش طبيعي. وكمان شات جي بي تي كان ساعات بيديني كواد تشتغل على النسخ القديمه من انجولار، ولما اقول له يا ابني احنا في 2025 مش 2016، يقول لي روح العب بايدي. عشان كده اخدت وقت كتير قوي وانا بعمل الساين ان والساين اب، ودورت كتير وتعبت من فيديو، كنت كل ما افتح الكمبيوتر اشتغل كان شكلي يبقى عامل كده. وفي اليوم السادس اخيرا الحمد لله عرفت اكمل الساين ان والساين اب. بس بعديها قلت ايه ده، انا قعدت 6 ايام في المشروع ولسه ما ينفعش تتفرج على فيديوهات، ولا ينفع اصلا تحط فيديو. فعلى طول اشتغلت على صفحه الابلود بتاعه الفيديو، ولا الصفحه اللي بتحط فيها الفيديوهات الجميله بتاعتك. اليوم السابع قعدت اكمل في الابلود فيديو لحد ما بقى شكله كده، وقعدت حبتين ثلاثه بتخانق مع شات جي بي تي وبعمل الباك اند. والمفاجاه كانت انه اشتغل الحمد لله. انا عارف انه يعني غريب ان انا اكون مبسوط قوي كده ان حاجه اشتغلت، بس اسال اي حد بيبرمج هيقول لك
طبيعي ان الحاجه ما تشتغلش الا بعد حرق دم، اللي مش طبيعي انها تشتغل من اول مره. عشان كده لو كتبت كود واشتغل من اول مره بيبقى فيه سعاده داخليه كده مش هيفهمها الا اللي مر بيها. وكمان في اخر اليوم اشتغلت على نظام الفيديو ريكومنديشنز، وده اللي بيقترح عليك فيديوهات في الهوم سكرين عشان تتفرج عليها. وطبعا اليوتيوب الاصلي عنده خوارزميات معقده متصممه انها تخليك تشوف اكتر محتوى بيعجبك عشان تتفرج لاطول فتره ممكنه. اما النظام بتاعي بيتبع حاجه احسن كمان، وهي انه يديك فيديوهات عشوائيه. يعني ممكن تكون بتحب الكوره وتلاقيه جايب لك بيبي شارك عادي. طبعا لحد دلوقتي الحمد لله عاملين شغل حلو في ايام قليله، بس في مشكله صغيره شويه وهي ان الفيديوهات مش شغاله. ايوه بالضبط، عشان لسه ما عملتش الجزء اللي بيخليك تفتح الفيديوهات وتتفرج عليها. عشان كده في اليوم الثامن كان كل شغل ان اكتب الكود اللي بيخليك تتفرج على الفيديوهات، وطبعا عشان انا بني ادم كسول ما كملتوش. يعني اليوم التاسع كملت شغل على فرجه الفيديوهات، وبامانه هي شغاله. بس ثانيه واحده، ايه ده؟ الفيديو الواحد ممكن يستهلك 1 جيجا من النت بتاعك. بص المشكله ان يوتيوب الاصلي بيعمل حاجه اسمها ادابتيف ستريمينج، وده فيه شرح كتير، بس من الاخر بيخليك تاخد الجزء من الفيديو اللي انت اتفرجت عليه بدل ما ياخدوا الفيديو كله مره واحده. عشان كده لو قفلت النت في نص الفيديو هتلاقيه وقف بعد كام ثانيه عشان هو كان واخد حته معينه من الفيديو بس. والموضوع ده مفيد للنت بتاعك، عشان تخيل لو انت اتفرجت على دقيقتين بس من فيديو فول 4 ساعات. في يوتيوب الاصلي انت النت بتاعك ما ضيعش غير دقيقتين فرجه بس على اليوتيوب بتاعي اليوم العاشر ضيعت اول يوم على الفاضي، ما اكتشفتش المصيبه اللي انا عاملها الا بالليل. عشان كده جبت كوبايه كوفي بريك وشغلت وضع المبرمج اللي شغال الساعه 12 بالليل عشان عليه ديدلاين بكره الصبح. وبجد قعدت وقت كتير قوي يعني وتعبت، بس في الاخر طلع شكله كده. ما ينفعش تعمل سبسكرايب والفيوز مش شغاله، ولا ينفع تعمل لايك ولا ديسلايك، ولا بيقترح لك فيديوهات على اليمين زي يوتيوب الاصلي. فكده انا خسرت في التحدي صح؟ هو ولا عشان انا شغلت دماغي شويه وعملت حسبه بسيطه. لو انا ابتديت 11 الا تلت في الجمعه، ده معناه ان المفروض 10 ايام تخلص بالظبط يوم الاثنين الساعه 11 الا تلت بدل يوم الاحد بالليل. Trust me. او ممكن تقول ايه الهبل ده، انت بتدي نفسك اي عذر وخلاص. والاجابه يعني بقول لك ده يوتيوب في 10 ايام، عايز نعمل ايه يعني؟ المهم صحيت بدري اليوم، سميه زي ما انت عايز. وده تقريبا كان اكتر شغل اشتغلته مره واحده في حياتي، لدرجه ان انا نفسيا كده ما كنتش قادر اكتب على الكيبورد ولا اشتغل في حاجه تانية، بس كنت مضطر عشان اخلص التحدي. واخيرا بعد كل الشغل ده بقى ممكن تعمل سبسكرايب وديسلايك ولايك، وكمان بقى في فيديوهات مقترحه على اليمين. وايوه انا صحيت بدري وعذبت نفسي عشان الحاجه الهبله دي. واخيرا الحمد لله بعد اكتر من 3000 سطر برمجه يوتيوب التقليد خلص. هو يعني في حاجتين 3 ناقصين كده بس مش مشكله. يعني مين ده اللي كان بيستعمل سيرش اصلا؟ ولا مين ده اللي بيستعمل المربعات اللي فوق دي؟ لا بس دي بجد محدش بيستعملها. ولا مين ده اللي بيروح على التريندنج والستوري؟ اكيد الحاجات دي مالهاش فايده اصلا. اليوتيوب ده بيفرق عن العادي في حاجات كتير قوي، بس الفرق الحقيقي ان ده واد في اولى ثانوي عمله في 10 ايام، وده مئات المهندسين عملوه على مدار سنين. بس برضه بصراحه الاصلي احسن بكتير، ده غير صح الاستهلاك الادمي اصلا. وبس كده خلصنا. ما تنسوش تصلوا على النبي، وكالعاده لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط ديسلايك، ولو كنت مشترك شيل اشتراكك، ولو عندك اي سؤال اسالني في الكومنتات ومش هرد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.